ازيكم يا أطفال الحلوين؟ جاهزين؟ نطلع مع بعض في رحلة سحرية هنا في عالم أيسل السحري. مستنياكم قصص ممتعة ومغامرات شيقة وأسرار خيالية. يلا استعدوا عشان السحر هيبدأ الآن، وكمان هنكتشف حاجات جديدة مع بعض وهنتعلم حاجات أكتر. بس قبل ما نبدأ، يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد من عالم أيسر السحري وتعيشوا معاها أجمل المغامرات وأجمل الحكايات. يلا بينا، يلا يا حلوين. يلا يا أصدقائنا الحلوين، نحكي قصة جديدة من مغامرات أيسل. وقصتنا النهاردة هي أيسل وكرسي الأمنيات الطيار. يلا نحكي القصة، يلا بينا. بنقول في يوم من الأيام أيسر كانت قاعدة في أوضتها زعلانة شوية. قالت لمامتها: يا ماما أنا نفسي في العروسة اللي بتتكلم، ونفسي كمان لعبة اللي بتطير، وكمان نفسي في هدوم جديدة وشعر طويل زي روبانزل. يا ماما، أنا نفسي في كل الحاجات دي ونفسي تتحقق، ونفسي تجيبيلي كل الحاجات دي. ماما قالت: طب ما انت عندك لعب كتير وهدوم حلوة يا أيسل، عايزة تاني ليه؟ ردت أيسر وقالت: ما هو أنا عايزة أكتر وأكتر وكل حاجة في الدنيا. فجأة لقيت الأوضة بتهتز، وحصلت حاجة غريبة جدا. الكرسي اللي كان في الأوضة بدأ يهتز ويطلع صوت غريب: أيسل، أنا كرسي الأمنيات الطيار، لما تقعدي عليا وتطلبي أمنية هنطير ونحققها فورا. أيسل قالت: إيه ده؟ حلم ده ولا فيلم؟ الكرسي قال: ولا ده ولا ده، دي مغامرة. جاهزة؟ أيسن نطت بسرعة وقالت: جاهزة يا عم الكرسي. وطار بيها لفوق وبدأت المغامرة. فضلوا طايرين لحد لما نزلوا عند أول محطة. أول محطة لقيت مكتوب عليها جزيرة العرايس العجيبة. عجبها الاسم قوي، وراحت قالت: ايه الاسم ده عجبني قوي بشكل، يا ترى في ايه جوه؟ أول لما نزلوا راحوا لقوا كل حاجة هناك كانت عبارة عن عرايس بتتكلم بتغني. واحدة بتقول: أنا لولي عروسة بتطبخ، والتانية بتقول: وأنا توتو عروسة بتعلم رياضة زومبا للأطفال. أصل كانت فرحانة جدا وقالت: ياه، أنا عايزة كل العرايس دي. الكرسي قال لها: تمام، بس شوفي هتعملي بيهم ايه. أخدت العرايس البيت، بس لما نامت كلهم ابتدوا يتكلموا مرة واحدة ويطلبوا حاجات كتير. زي ايه مثلا؟ لولي قعدت تتكلم وتقول: ايس شغاليني اطبخ. توتو راحت متكلمة: يا ايس خديلي صور وانشريها على الانستجرام. باقي العرايس: يا ايس العبينا. وبدأوا كلهم يتكلموا في صوت واحد وفي نفس الوقت. قالت ايسل: يا خبر، انا طلبت كتير قوي ومش عارفة العب مع مين. يا ربي. راح الكرسي قال لها: يلا بينا نروح للمغامرة التانية عشان تعرفي اكتر. راحت قالت له: اوكي. ركبت معاه وراحت طارت ونزلت عند محطة تانية. لقيت مكتوب في المحطة التانية، مكتوب ايه؟ مكتوب يا اصدقائي الحلوين، مكتوب كوكب الازياء الطايرة. كوكب الازياء الطايرة. أصل اتحمست قوي وقالت: الله، أنا بحب الأزياء جدا، أنا كان نفسي أصلا أطلع فاشونيستا. وصلت لمكان كله لبس طاير في السما، فساتين بقى، بناطيل، جزم، كله بينور. أيسل قالت: أنا نفسي ألبسهم كلهم، كلهم عاجبني. بس أول ما لبستهم كلهم اتلخبطوا على بعض. لقيت بقى الفستان على شكل جزمة، لقيت طاقية محطوطة على رجليها، لقيت شنطة كبيرة على راسها، وهكذا. ضحكت جامد وراحت قالت: ايه ده بقى المنظر ده انا بقيت زي مهرج السيرك. الكرسي قال: عشان مش كل حاجة بتعجبنا تبقى تنفع لينا. راحت ايسل قالت له: عندك حق، بس انا عايزة اروح لحاجة تانية، تقدر تاخدني مغامرة جديدة؟ قال لها: هوديك لمغامرة جديدة ويمكن تكون افضلهم.
وآخر محطة هنروحها. راحت طارت ونزلت عند محطة لقت مكتوب عليها مدينة الأمنيات المحققة. لقت مدينة سحرية فيها أطفال كتير، كل لما يتمنوا حاجة تتحقق فورا. طفل قال نفسي في 500 شوكولاتة وأكلهم لحد ما تعب وبطنه وجعته. طفلة تانية راحت اتمنت نفسي ماما ما تقوليش نامي. راحت طبعا برضو اتحققت الأمنية بتاعتها وفضلت قاعدة أسبوع تعبانة من غير نوم. أيسل قالت ياه، ده حتى الأحلام الكتير ممكن تتعبنا. الكرسي قال أهو ده الدرس يا بطلة، الرضا بيخلينا نعيش مرتاحين ومبسوطين. راحت قالت له أنا فهمت الدرس، ممكن ترجعني البيت تاني؟ قال لها حاضر يا أيسل، وراح رجعها البيت تاني. أيسل قالت أنا فهمت خلاص يا عم الكرسي، مش كل اللي بنتمناه مفيد، واللي عندي جميل وكفاية. كرسي قال برافو، لما عرفتي قيمة اللي عندك حان الوقت الرجوع. يلا. رجعت أيسل لأوضتها، لقت كل لعابها وهدومها، وماما بتقول لها عاملة ايه يا حبيبتي؟ قالت لها أنا سعيدة قوي باللي عندي ومش عايزة أكتر من كده، الحمد لله. وبكده خلصت قصتنا. ويا ترى القصة عجبتك ولا لأ يا أيسل؟ ويا ترى استفدتي منها ايه؟ ويا ترى انتوا كمان يا أصدقائي الحلوين ويا أطفالي الشاطرين استفدتوا ايه؟ يلا قولولي استفدتوا ايه في التعليقات. ومعاكم هنكون في قصة جديدة بكرة إن شاء الله. يلا سلام يا حلوين. استفدت يا ماما، هي حلوة قوي. واستفدت يا أنا، أي حاجة هقول عليها الحمد لله، عشان الحاجة دي في ناس ما عندهاش الحاجة دي كمان، وكمان مش كل حاجة تفيدنا. برافو عليك يا أيسن، يعني انت عرفتي ان احنا لازم نقول على اللي موجود عندنا، نقول عليه الحمد لله ونرضى باللي ربنا كاتبه لنا واللي موجود عندنا. وان فعلا مش كل حاجة يا اصدقائي، مش كل حاجة مش كل حاجة بنقول عليها بتطلع صح، ومش كل حاجة بنتمناها بتكون مفيدة لينا. ممكن تعجبنا حاجات لكن ما تكونش مفيدة، صح؟ صح. طيب يلا بقى نودع اصحابنا، طيب. نقول لهم باي باي، ويا نشوفكم بكرة. أصدقائي، هتوحشوني أوي، أشوفكم بكرة. هتوحشونا زي ما ايسل قالت لكم. مع السلامة، باي باي يا حلوين. وقبل ما تمشوا لازم تدوسوا لايك، اللي نسي يدوس اللايك يدوس اللايك ويفعل الجرس ويشترك في القناة. باي باي يا حلوين، مع السلامة.